يعد نائل العيناوي لاعب خط الوسط المغربي لنادي لانس الفرنسي من أبرز اللاعبين في مركزه وأحد أفضل لاعبي الدوري الفرنسي. كان مرشحا بقوة للانضمام إلى المنتخب المغربي خلال كأس إفريقيا الأخيرة في كوديفوار، لكنه فضل عدم المشاركة لأسباب شخصية. أكد وليد الركراكي أكثر من مرة إعجابه بأداء العيناوي، مشيدا بقدرته على الجمع بين المجهود البدني والمهارة الفنية وأدواره المتوازنة بين الدفاع والهجوم، ويعتبر حاليا البديل الوحيد لعز الدين أوناحي في حال قرر تمثيل المنتخب المغربي، خاصة أن بعض المؤشرات تشير إلى أن لقاءه الأخير مع الركراكي قد يمهد لانضمامه إلى أسود الأطلس. يواصل العيناوي تقديم موسم استثنائي مما يجعله مرشحا بقوة للانتقال إلى ناد أكبر سواء داخل فرنسا أو خارجها. فهل سنراه في معسكر المنتخب المغربي خلال شهر مارس أم سيستمر غيابه؟